بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. هعمل معاكم فيديو النهارده ان شاء الله يعجبكم، اللي هو القراقيش الناعمه. قدامكم اهوت بعد ما استوت، وعامله من العجينه واحده كذا كذا تشكيله، يعني كذا شكل منها. قدامكم اهيت عامله كعب الغزال وقرص عاديه وقراقيش وقرص بالعجوه وقرص وقراقيش بالعجوه وقرص بالجبنه الرومي. معايا اهوت هنحط الخميره يعني في شويه لبن سخنين. انا هنعملها لبن مش هحط عليها ميه، هنحط فيها الخميره. مع دي انا محللها طبعا او نخلاه. هنحط عليها برضو بودر وهنقولك على المقادير دلوقتي. يعني هنحطها على الدقيق، ومعايا هنا السمنه اهوت، وهنقولك على المقادير ان شاء الله دلوقتي. وبنحط سمسم، هتحط سمسم حط، وتحط شمر وكده اهو. معاك اهوت. يبقى الكيلو الدقيق هنقول المقادير بتاعته عليه 2 كوب سمنه، معلقه يعني بتاعت اكل ممسوحه خميره فوريه. الخميره اهيت حطيتها في شويه شويه لبن يعني، وحطيتها عشان تخمر في ريحي وانت بتبسسي يعني. حطيتها اهوت على العجينه. ومعايا بقى معلقتين سكر على الكيلو، معلقتين سكر بتوع الشاي بتوع اكل، ومعلقه صغيره ملح اهو. وبناخد بقى اللبن بنعجن بيه اهوت. بتقلب السكر والملح طبعا، بتعجني كده في العجينه كده على ما تطرى معاكي. يعني الكيلو الدقيق برضو بياخد مية، كوباية ونص مية او كوباية ونص لبن، زي ما تحط كده بتبقى العجينة يابسة معاكي. يبقى مقادير الكيلو الدقيق معايا معلقة ممسوحة خميرة فورية، ربع باكت بودر، كوبايتين سمنة من بتوع الشاي المج العادي ده هو بتاع الشاي، معلقة ملح، معلقتين سكر اهو. وهنكتبها لكم المقادير دي في صندوق الوصف تحت الفيديو يعني. اضغطي على كلمة المزيد هتلاقي صندوق الوصف. تقعدي بقى تعجني في العجينة لحد ما تبقى يابسة معاكي. والمية دي ممكن تحطي كوباية ونص او تزيد او تقل على حسب نوع العجين اللي معاكي. معايا بقى حتة او قطعة عجوات بنقطعها زي ما انتوا شايفينها كده، عشان نعمل بقى قدامكم قراقيش دلوقتي. هتشوفوها دلوقتي بتتعمل اهوت قدامكم اهيت. قطعتها كلها العجوة. تمسكي بقى العجينة تفرديها كده، وتحطي العجوة فيها كده وتلفها لفها زي انتم شايفين كده. تقطعها كده، خليها رفيعة عشان هتزيد طبعا لما تخمر هتزيد. يبقى هنقول لكم المقادير تاني. كيلو الدقيق عليه مع كوبايتين سمنة مقدوحة طبعا، سمنة بلد عشان تديكي طعمه حلو، معلقة ممسوحة خميرة فورية، ربع باكت بودر، معلقة ملح صغيرة بتاعة الشاي، معلقتين سكر. دي مقادير الكيلو. هنتبهر لكم زي ما قلت لكم في صندوق الوصف تحت الفيديو. تضغطي على كلمة المزيد هيطلع لكم المقادير. انا معايا اهوت بنشكل اهوت بتاعت اللي هتتحشي بالعجوه ولا قراقيش العجوه زي ما انتوا شايفينها اهي. تعملها صوابع زي ما انتوا شايفاها كده، ونفس الفرده اللي لو شفتها ونفردها دلوقتي قدامكم. هنيجي بقى هنعمل كعب الغزال. تشكيله كعب الغزال هتشوفوها قدامكم دلوقتي. مع العجوه بتفردها كده اهي، وتفردي برضو على قدها قطعه عجينه اهي. تيجي حاطه عليها العجوه اهي. تشيلي بقى العجينه الزياده اللي فيها ديت، بتنشال كده زي ما انتوا شايفين قدامكم كده، وبتتبرم كده. وتقطعها بقى ما تقطعش بالقطاعه بتاعت اللي انت شفتها، بتقطعها بالسكينه بالسواها كده من الجناب اهوت. تقطعها بقى بالسكينه كده اهو. دي اسمها كعب الغزال. وهشوفها لما هتستوي برضو او زي ما شفتها في اول الفيديو. هتعجبكم واعملوها ان شاء الله، وطريقتها سهله خالص. بتفردي تاني كده بدل القرقيش الساده اهي، دي ساده من غير حاجه خالص اهي. تفردي عادي وتقطعي بالقطاعه كده، تسوي بالقطاعه زي ما شفتوا انا بنقطع كده اهي. اللي ما عندش العجله ديت تعمل بالسكينه العاديه اهو. تقطعي بالسكينه العاديه. ما عندكش العجله، بس العجله دي بتسهل عليكي شويه كده اللي في ايديا دي. تشيلي الزيادات دي كده وتلاقيها استوت معاكي على طول اهو. لو انت سمعتوا الفيديو بتاعي يا حبيبي لحد دلوقتي، اعملوا اشتراك في القناه واعملوا لايك اللي هو اعجاب، واكتبوا له تعليق حلو زيكم اهو. انا بنحشي بقى هنا قرص بالجبنه الرومه اهي. بتمسكي الجبنه الرومه تقطعيها حتت صغيره كده، وتحشيها بقى بتتحشي على طول، وتبقى سهله معاكي يعني، وتستوي تخلي طعمها حلو خالص اهي. وجربوها بنفس الطريقه وهتعجبكم ان شاء الله اهو.
وانا زي ما قلت لكم الفيديوهات بتاعتي ناقصه شرح كتير وفيها تفاصيل كتير ناقصه، عشان مش عايزه نطول عليكم الفيديو عشان ما تملوش منه وتزهقوا منه. اهو هنقول لكم المقادير تاني: كيلو دقيق، عليه معلقه ممسوحه خميره فوريه، ربع باكت بودر، معلقه ملح صغيره شاي، معلقتين اكل سكر، كوبايتين مج سمنه كوبايتين بالمج يعني سمنه، كوبايه ونص ميه. والميه برضو ممكن تزيد او تقل معاك على حسب ايه نوع الدقيق. ادي كعب الغزال اهوت قدامك اهو استوى اهوت. ودي القرص المحشيه بالجبنه الرومي، ودي القرص الساده القراقيش الساده اهيت اهي. ودي المحشيه العجوه دي اسمها رقيش ايه ناعمه اهي. دي مش زي القرص الطريه، عجينتها بتبقى يابسه شويه عن القرص الطريه، وطالعه بتتحمر معاكي وطعمها في منتهى الجمال وطعمها جميل ولذيذ خالص. جربوها هتعجبكم ان شاء الله. كعب الغزال ديت قدامكم اهي، طريقتها سهله خالص اهي. وجربوا الطريقه هتعجبكم. هنكتب لكم المقادير زي ما قلت لكم تحت صندوق الوصف عند كلمه المزيد، اضغطوا عليها هتلاقي المقادير بتاعه الكيلو الدقيق. وانت بقى عايزه تزودي بقى كيلو 2 كيلو حسب الكيلو معاكي، على حسب ما انت عايزه تزودي كيلوات يعني زودي على حسب مقادير الكيلو الواحد اللي انا هحطهولك في صندوق الوصف اهيت. شايفين ادي كعب الاغزال اهيت، شايف ناعمه ازاي القريش ناعمه ازاي. وحاولوا يعني بقدر الامكان اعملوها بسمنه بلدي. انا حاطه سمنه بلدي، حاطه كوبايه ونص سمنه بلدي والنص التاني حطاه زيت عادي. ودي القراص المحشيه جبنه رومي، ودي القراقيش المحشيه عجوه اهي وناعمه وجميله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.